السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد وبث مباشر جديد كده. قلت ايه اخش اخطف بث مباشر، اتكلم في موضوع كنت هسجله فيديو، فقلت ايه اطلع اتكلم فيه مع الناس وابقى احطه على قناة على اليوتيوب. احب ارحب بكم، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة، واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجري الحق على لساني دائما يا رب العالمين. آه، هخش في الموضوع سريعا، واللي حابب اللي هو يكمل معايا، واللي هيلحق يلحق، واللي مش هيلحق ممكن يشوف الفيديو من تاني. هيكون موجود هنا على الصفحة، وهيكون ان شاء الله موجود عندي على القناة على اليوتيوب. اولا تعالوا نبتدي في البداية مع بعض. الموضوع مهم جدا وخطير جدا جدا جدا، فوق اللي ممكن تتصوره. انك في لحظه بعد ما تكون مسلم انت تكون ملحد وخارج عن الاسلام بالكليه وانت لا تدري. ايه المشكله بالظبط؟ المشكله يا جماعه بتبتدي باساس مهم. يا جماعه، مفيش حاجه اسمها طاقه كونيه، مفيش حاجه اسمها جذب. ده علميا ودينيا. اصل الموضوع ابتدى من الديانات الشرقيه والالحاد. الديانات الشرقيه اللي بتتكلم في البوذيه والهندوسيه والطاويه دي اسمها ديانات شرقيه، اللي هي مش مؤمنه بوجود اله، مؤمنه بوجود حاجه كونيه او طاقه كونيه هي اللي بتتحكم في الكون، وهي اللي بتولد الكون، الين واليانج والكلام ده كله. طبعا انتشر في الغرب بنسبة كبيرة جدا، وبدأ الكتاب يكتبوا فيها. أولهم يعني من ضمن الناس وأشهرهم كانت روندا براين في كتاب ذا سيكريت أو كتاب السر، اللي كان بتتكلم فيه عن الطاقة الكونية وازاي بتجذب وازاي بتبعت رسائل للكون، والرسائل دي بتوصل لك، وانك تطلب من الكون، وانك تشكر الكون، والكلام ده كله. طيب، هل الكلام ده فيه حاجة خاصة بالإنسان بالإسلام؟ الإجابة قطعية لا طبعا، مفيش حاجة من دي خاصة بالإسلام ولا تمت بالإسلام، بس العكس، دي ضد الإسلام بالكلية. الإسلام أصلا نزل عشان يهدم المعتقدات دي. بيهدمها إزاي؟ أولا، إن بيقول للكون ده يوجد إله. في الطاقة وفي الجذب ومعتقدات أهل الكفر مفيش حاجة اسمها إله. لا، يقول لك ده اسم المصدر، أو العقل الكوني أو الطاقة الكونية. أيوة، هو بيقول لك كده، هم بيقولوا كده في الكتب الأصلية بتاعتهم، في الدراسات بتاعتهم. وين داير لما بيتكلم قال الكلام ده، وقال لك انك اله. وده كان استاذ الاخ احمد عماره، تمام، بيقول لك ان انت اله، وان الكون ده ملهوش اله، وانت اله مصغر، والكلام ده كله. فيا حبيبي، الاصل نفسه هو مخالف للاسلام. طيب، الاخوه، خلينا انا هحسن الظن، مش هقول لك اللي عايزين يطلعوا بسبوبه او عايزين ينشروا الموضوع بشكل ايجابي، انا هحسن الظن فيهم، وهقول بقى ان مفيش احسان ظن في الكلام ده كله. لان في قاعده شرعيه بتقول، القاعده الشرعيه دي بتقول لنا ايه؟ النيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، والنيه الفاسده لا تصلح العمل الصالح. فالنية الصالحة انت نيتك سليمة، بس عملك فاسد. اللي انت بتنشره من افكار ومعتقدات دي فاسدة. ده كفر صريح، مخرج بره الاسلام بالكلية، ده ضد الاسلام اصلا. لان الاصل بتاعه ايه؟ بيقول لك طاقة كونية. لما تيجي تقول لي لا ده ربنا، لا يا حبيبي، انت ما تقلبهاش. وهنا اسلمت العلوم، يعني ناس كتير اتكلمت في اسلمة العلوم دي، هم عايزينها عافية تبقى اسلامية. اي اكتشاف، اي حاجة يقول لك ده احنا عندنا في الاسلام. يا حبيبي، الاسلام حثك على العلم، الاسلام حثك على المعرفة، الاسلام حثك على التطوير، لكن مش كل حاجة تقول تنسبها للاسلام. لا، انت تنسبها للعلم ده لو فيها علم، إلا الحاجات التي تمس العقيدة الإسلامية. العقيدة دي أخطر شيء في الوجود. أنت بتتعلمه ألف ب دين اسمها لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دي عقيدة توحيد إسلامية.
فيها تحتها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات. الكلام ده كله انت المفروض بتدرسه. ليه؟ علشان ده الأساس اللي انت هتبني عليه إسلامك. بدونه انت ما عندكش إسلام أصلا، ما عندكش عقيدة أصلا. فانت لازم تفهم الكلام ده كويس قوي، ولازم احنا نفهم الكلام ده كويس. يبقى مفيش حاجه اسمها طاقه ومفيش حاجه اسمها جذب، لان دول ضد اصلا عقيده الاسلام. فلما تيجي حضرتك تيجي تبررها لي وتنشر لي فيها وتأسلمها لي، ما ينفعش. ليه؟ لانك ببساطه شديده اي كائن حي، اي واحد عنده شويه عقل، اي واحد عنده شويه عقل، لما تيجي حضرتك تيجي تقول له ده احنا عندنا في قانون الجذب ده في الاسلام. حلو. ايوه، يعني المفروض هعمل ايه؟ يعني المفروض حضرتك بتكلمني في عقيده دينيه. حلو قوي، حلو قوي قوي. يعني لما تقول لي اسال ربنا، حلو، هقف معاك وقفه. انهي ربنا؟ انهي اله فيهم؟ انهي اله؟ اله اللي عند المسيحيين او عند النصارى، ولا إله عند اليهود، ولا عند المجوس، ولا عند الهندوسيين، ولا عند البوذيين، ولا عند الطاوين، ولا عند الملاحدة؟ أنهي فيهم؟ ما أنت بتقول لي ده قانون ثابت، وأنت بتقول لي إن هو قانون ده يعني يطبق على كل شيء. ماشي، امنت بيه ما امنتش بيه هو بيطبق. يعني لما تيجي تقول لي على حاجه المفروض يتطبق على كل اللي انا قلتهم دول، على جميع المعتقدات والشرائع الدينيه، يبقى انهي فيهم؟ يبقى معنى كده ان حضرتك بتضربني في ثوابت الاسلام، بتقول لي الديانات واحده. ما هو ده الفكر بتاع الكهنوت بتاعت سيدونا، جامعه سيدونا اللي احمد عماره واخد منها الدكتوراه بتاعته. ماشي، اللي هي مفيش حاجه اسمها ديانات، هو كلنا واحد. ايوه، ده في انهي؟ ده عندنا كمسلمين لا، الكلام ده مش صح. يبقى انا بحط اساس قدامي. اول حاجه قاعده اساسيه، بسم الله الرحمن الرحيم كده، في الطاقه في الجذب مفيش الكلام ده نهائي اسلاميا. طب نيجي للجزئيه الثانيه. قبل ما اخش الجزئيه الثانيه، منشده ازهريه بتقول لي جزاك الله خير، ربنا يجزيك كل خير ويديك الصحه والعافيه يا رب ويبارك في عمرك ويصلح حالك. طيب نيجي للجزئيه الثانيه. حضرتك دلوقتي جاي بيتكلمني ان هو اسلامي. حلو الكلام. انا قلت لك معنى كده. طب والديانات الثانيه والافكار الثانيه، المعتقدات الثانيه والملاحده، ما انت بتقول لي هيطبق عليهم. هو بيسال مين عشان هو مش مؤمن ان بوجود اله اصلا. فانت هو بيسال مين بقى عشان يلبي له الكون، يلبى الاحتياج بتاعه الكون. يبقى انت بتقول لي الكون انا كمان، يبقى حضرتك كده بتعلمني ان انا اكون ملحد انا كمان، وان مفيش حاجه اسمها اله. ده نخش بقى على الجزئيه المهمه اللي انا عامل الفيديو على اساسها. انا نزلت اكتر من فيديو مصغر جاوبت فيه على استشارات زي التامل وزي اليوجا، وقبل كده اتكلمت عن الطاقه واتكلمت عن الجذب، ونزلت موضوع عن الطاقه والجذب، ونزلت فيديوهات لمتخصصين بيردوا على الطاقه والجذب والكلام ده كله. خلينا اكمل بقى معاكم في الجزئيه دي. احسان الظن. تيجي لواحد بيتكلم عن الجذب من دعاة الجذب، والناس اللي بتسمع بتوع الطاقه وبتوع الجذب ومؤمنين بيه قوي 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 قوي، يقول لك ايه؟ بص يا باشا، قانون الجذب ده اللي هو ايه؟ من الاخر احسان الظن بالله. ايوه، هو احسان الظن بالله برنسيس. ها، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بتاع الاسلام. تعال نقف وقفه. حلو. اولا احسان الظن اللي بتوع دعاة الطاقه والجذب غير احسان الظن بتاع المسلمين او بتاع الاحاديث بتاعت النبي. ازاي يا عم حسام؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله يا ابني، بالعقل كده. احسان الظن ده عند بتوع الطاقه والجذب ما ينفعش، باطل، لانه هو المفروض بيتطبق على جميع البشر، وجميع البشر مش مسلمين ولا عندهم احسان ظن ولا عندهم فكره الالوهيه، وبرضه بيتحقق لهم اللي هم عايزينه على كلام بتوع الطاقه والجذب. حلو الكلام ده، رقم واحد. رقم اتنين، انت لو فكرت في كلامهم، هم بيتكلموا على احسان الظن بالله في تلبية الاحتياجات
هم بيحولوا الاله لعبد يؤمر فيطاع. ده بالظبط اللي بيقولوه. ايوه ده بالظبط عندهم. ما هو احسان الظن يعني ايه؟ اللي انا احسن في ربنا هيحقق لي كل شيء كده. ربنا ما ربنا حقق لك كل شيء، يبقى انت واحد انت عايش في جنه، اتنين اصبح ربنا لك عبد، تلاته تنقيب، انت بتنقص من الوهيه. طب فين الحكمه هنا؟ افرض اللي انت عايزه ده فيه شر ليك، افرض ان انت عايزه ده فيه شر ليك، فين الاله؟ فين تدخل الله هنا؟ فين تدخل الاله هنا اللي هو يعلم بيك؟ انت متخيل؟ انت المفروض من تمام العبوديه لله انك بتسيء الظن في نفسك، انك بتسيء الظن في نفسك، انك بتقول يعني الدعاء احنا كمسلمين بنقول ايه؟ يا رب ان كان في خير ليا قربني منه وقربه منه، وان كان في شر ليا ابعده عنه وابعدنا عنه، وهو النافع والضار. يعني بص انت متخيل احنا ده يعني قانون الجذب، والجذب ده مخالف لتعليم الاسلام اصلا، مخالف للعبوديه والالوهيه، هو مخالف بالكليه. احنا لو فاهمين الكلام ده وندرس دين مش هنقع في الكارثه دي. انت كارثه انت بتحول الاله لعبد ليك، ده رقم واحد. بتنزع عنه الحكمه، بتنزع عنه السلطه عليك، بتنزع عنه البلاء. ده قصه البلاء دي قصه تانية، دي مصيبه تانية سودة. احنا بنلغي ايه في القران في الايه 35 في سوره الانبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. ونبلوكم بالشر والخير فتنه. الابتلاء هو الاختبار. هو بيمنع عنك لانه بيختبرك، وبيعطيك لانه بيختبرك، ليبلوك ايكم احسن عمل، ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات. فدي كارثه عندنا، دي كارثه الناس اللي بتسمع عن الجذب وعن احسان الظن. انا واحد كنت من الناس كده لما كنت بدرس عقيده، وكنت بخش لما كنت باخد الدورات دي واقرا واسمع عنها، يا نهار ابيض ده انا دماغي اوعى يا باشا انا هجذب كل حاجه ليا. كنت اروح ادور، يا نهار اسود ايه ده. لما بدات ان انا ارد على الناس في الطاقه وفي الجذب، وناس تخش تخش في مناظرات معايا، بدات اخش ادور يعني ايه احسان الظن بالله عندنا كمسلمين. انت عارف يعني ايه احسان الظن بالله؟ انت بالتمام العبوديه لله، انك لما بتحسن الظن بربنا، ماشي، انا عند ظن عبدي بي ولا ظن بي عبدي ما يشاء. اولا في جميع التفسيرات انت هتلاقي دول كده. اولا انه يغفر الذنب وقابل التوبه. انت بتحسن الظن بربنا اللي هيغفر لك ذنبك ويقبل توبتك وهيدخلك الجنه، احسان الظن بيه. ده معنى تفسير الحديث، مغفرة الذنب وقبول التوبة، وانه يدخلك الجنة باحسانك الظن بيه. وده دليل لحديث النبي اللي يقول فيه: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. ما تموتش انت وتحسن الظن بالله ان ربنا هيغفر لك ذنبك وينور لك قبرك ويدخلك الجنة. ده احسان الظن، ده عندنا كمسلمين. ده واحد. تاني، المعنى التاني اللي هتلاقيه برضه موجود اللي هو ايه؟ انت بتحسن الظن بالله، احسانك الظن بالله انك وتسيء الظن بنفسك، انك بتقول يا رب انا تركت امري كله ليك، يا رب لو في خير ليا. انت عايز عربيه، عايز تنجح، عايز حاجه، يا رب لو فيها خير ليا قربها مني وقربني منها، ولو فيها شر ليا ابعدها عني وابعدني عنها. ودي تمام العبوديه لله، انك خاضع منكسر لله، انك عبد ذليل لله، تمنع عن نفسك المعرفه وتعطيه المعرفه كلها. ونيجي للايه المهمه اللي دايما بهدم بيها قانون الجذب بصفه عامه، والطاقه بصفه عامه، وكله بصفه عامه. ايه في سوره البقره قال الله فيها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت عسى أن تكره شيء وهو خير ليك، وعسى أن تحب شيء وهو شر ليك. أنت ما تعرفش المستقبل ليك عامل إزاي. أنت ممكن ربنا ده في أحاديث كتير، ده في أحاديث بتتكلم في الموضوع ده. يعني أنت ممكن تحب شيء، أنت بتحب شيء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أنت متخيل؟
انت بتظن نفسك ظن سيء انك ما تعرفش المستقبل فيه عامل ازاي. انت ممكن ربنا، انت بتدعي ربنا يرزقك مليون جنيه، وممكن ربنا يرزقك المليون جنيه دي وتلاقيها نقمة عليك، تخسر فيها دينك، تخسر فيها دنيتك، تخسر فيها اخرتك، تخسر فيها ناس بتحبهم، وتقول يا ريتها ما كانت الفلوس دي جت. فهنا انت بتلجأ لربنا، ان ربنا حكيم عليم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد اللي هو ربنا يريد منك الخير، يعلم الخير بتاعك، يعلم اللي في نفسك، يعلم ما ينفعك وما يضرك، عشان كده بينهيك. عشان كده انت بتخرج من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. امال انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله ليه؟ لا حول ولا قوة، انا ماليش حول، انا ماليش قوة، انا ماليش سلطة على نفسي، زي من دعاة الجذب يقول لك انت اللي بتمرض نفسك وانت اللي بتشفي نفسك. ربنا يقول على لسان سيدنا ابراهيم في سورة الشعراء: واذا مرضت فهو يشفين. فاذا مرضت فهو اللي يشفيني. مين اللي بيشفيني؟ ربنا، مش انا اللي بشفي نفسي. انت لا تملك شيء لنفسك. النافع والضر هو الله، الشافي والمعافي هو الله. احنا بنسأل ربنا الشفاء، احنا بنسأل ربنا العافية، احنا بنسأل ربنا انه يحفظنا ويحمينا ويحرسنا ويبعد عنك شياطين الانس والجن. احنا لا نملك من نفسنا شيء، نحن عبيد لله. فلما تيجي تقول لي انك تطلب من الكون والكون يستجيب لك، انت كفرت بالله كفر صريح مخرج مره الاسلام بالكليه. ليه؟ اتخذت من دون الله اربابا. انت ده اسمهم ارباب، انت اتخذت رب غير ربنا. انت عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيوصي سيدنا معاذ بن جبل اللي بيقول له ايه: يا معاذ ان تسال فاسال الله، واذا استعذت فاستعذ بالله. فاذا سالت مين؟ فاسال ربنا. واذا استعنت فاستعن بالله. استعن بالله. واذا سالت فاسال الله. ما تسالش الكون، ما تسالش الكون، ما تسالش الكون. شوف انا بكررها ليه؟ لان الدعاء كل كتب الجسم بتتكلم ايه؟ اطلب من الكون والكون هيلبي لك. لا ده مش كده بس، لا مش كده بس، ده بيقول لك ايه، والله انا قاريها في كتب اللي بتتكلم عن الجذب. انا لسه مخلص كتاب امبارح كان بيتكلم عن اكذوبه العلاج بالطاقه، والطاقه والجذب والكلام ده كله من منظور ديني ومنظور علمي، والناس اتكلمت فيها كتير. انا قاري كتب فيها كتير. الموضوع يعني كفر، انت بتكفر، انت خرجت بره مله الاسلام نهائي، انت اشركت مع الله الها اخر. خلاص بالسلامه. انت فاكر ان انت بتقرب من ربنا؟ يا حبيبي انت بعدت، انت خرجت بره الاسلام بالكليه، انت اشركت مع الله الها اخر. فاذا سالت فاسال الله، ما تسالش الكون. واذا سالت ولما تيجي تشكر، لا اشكر العربي. والله العظيم بنفس النص اللي كتبته روندا براين في كتاب ذا سيكريت، كتاب السر كده. اشكر الحاجه دي، يعني اشكر الموبايل، اشكر الكيبورد، اشكر الكرسي، اشكر مش عارف مين، اشكر مين. ان بشكر جمادات. يعني انا بتجاهل ده كله. المفروض انا بشكر ربنا بس، ما بشكرش حد تاني مع الله. ولا تنسوا الفضل بينكم، ده بين البشر. اشكر الله. وقليل من عبادي الشكور، ده ربنا اللي بيقول وقليل من عبادي الشكور. ده قليل اللي بيشكر ربنا. لا احنا بنشرك بالله في السؤال، وبنشرك مع الله فحتى في النعم. انت بتشكر جماد، انا الجماد ده اشكره ليه؟ ده مسخر ليا من الله. انا هشكر اللي سخره لي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض. احنا ده الاساس. لكن لما تيجي تقول لي احسان الظن بالله، احسان الظن بالله عند مين؟ انهي اله انت بتتكلم فيه؟ واحسان الظن يعني ايه؟ يعني هيلبي لي كل طلباتي؟ مين اللي قال لك اللي هيلبي لك كل طلباتك؟ لا ده انا هتكلم فيها، اتكلمت فيها قبل كده وهتكلم فيها تاني، وهعمل فيها اكتر من فيديو تاني عن الدعاء. لان بسبب الموضوع ده برضه ده كفر صريح برضه، ودي مشكله، مشكله كبيره. ايوه احسان الظن بالله في ايه بقى يا عم الحاج؟ هيحقق لي كل حاجه. مين اللي قال لك الكلام ده يا حبيبي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال احسان الظن بالله اللي هو هيلبي لك كل شيء انت عايزه؟
انت تعرف منين اللي هو خير ولا شر ليك؟ انت ممكن تسأل ربنا حاجة ما تكون شر ليك، ربنا بعدها عنك عشان ربنا يريد ليك الخير. ده من القرآن ومن السنة. ده اللي بيحصل من القرآن والسنة. انا لسه قايل لك آية اهي ربنا بيقول لك وعسى ان تحبوا شيء، انت بتحب شيء وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. انت في حاجه انت كارهها بس هي خير ليك، وعسى ان تحب شيء وهو شر ليك، والله يعلم وانتم لا تعلمون. ده الايه دي، بص الكلمتين دول، والله يعلم وانتم لا تعلمون، هدمت الجذب كله، هدمت الطاقه والجذب كل شيء، هدمت المعتقد ده كله من الاخر. ليه؟ لانه ببساطه شديده انت بتؤمن بالله، انت عندك عقيده مع ربنا. لو فهمنا النقط دي كويس قوي هنعبد ربنا حق عباده، هنعبد ربنا كويس، هنحقق العبوديه، هنحقق الربوبيه في حياتنا، ان انت تطلع تنسلخ من حولك وقوتك اللي حول الله وقوته. يا جماعه درسوا عقيده، يا جماعه درسوا عقيده، يا جماعه درسوا عقيده، درسوا عقيده توحيد، اقروا في كتب التوحيد. انت عارف يعني ايه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ انت عارف يعني ايه دي عقيده؟ انت عارف يعني ايه لا تاخذه سنه ولا نوم؟ ايه الكرسي ليه اعظم ايه في القران؟ ليه؟ احنا مش فاهمين، لان احنا ما اتعلمناش. دايما اقول وقلتها قبل كده وهفضل اقولها، عايزين ننتصر بجد، عايزين ننصر اهل غزه بجد، عايزين ننصر اهل فلسطين بجد، عايزين ننصر اهل سوريا واهل اليمن، البلاد اللي فيها الحروب وده كله، نحقق عقيده التوحيد. والله العظيم والله العظيم اقسم بالله انا كنت بحدث نفسي من كام يوم ان انا عايز اعمل فيديو ده، بس انا متاكد انا هتاذي لو عملت الفيديو ده، انا هتاذي. ده مش هقول لك اذيه شخصيه واذيه جامده هتبقى على السوشيال ميديا كله، لان في كلام يخص دينك، وكلام يخص شعوب وافكار ودول وحاجات كتير. ليه بيحصل في فلسطين وليه بيحصل فينا ده؟ وليه احنا المفروض ان احنا كمسلمين كاهل حق ليه ربنا ما بينصرناش مع اللي احنا فيه؟ عشان احنا نستحق اللي احنا فيه النهارده، احنا نستحق اللي احنا فيه. ولا وايه، وربنا رحيم بينا كمان. لما ينتشر في بلاد الاسلام والمسلمين عقائد الكفر، عقائد الهندوسيه والالحاد والبوذيه، ونعتنقها ونتبناها ويبقى عليها تفاعلات بالالافات على السوشيال ميديا وحضور الدورات التدريبيه ليهم، والناس دي طالعه بتتكلم ومفيش حد يرد عليهم، دي مصيبه سودة، دي مصيبه سودة. يا جماعه اقروا، يا جماعه اتعلموا، ابوس ايديكم اقروا واتعلموا، والله العظيم بجد انتوا بتخلوا الواحد يعني اقول لكم ببقى حزين، انا بتعب لما بشوف الحاجات دي، انا بتعب اني ببقى حزين. مش ده امه الاسلام؟ فين عقيده التوحيد؟ لما ننشر علم ودين وما تلاقيش عليها تفاعلات، ونلاقي على الجانب الاخر الناس دي عليها تفاعلات وتشجيعات، بايه ده؟ البوست الواحد ليه 1000 و2000 و3000 و10000 تعليق، والشيرات عامله ازاي، وتيجي على الناس اللي بتنشر حق ما تلاقيش. ده بالعكس، لا، وبيعمل لك بلاغات، سهل يتعمل لك بلاغ، اتقفل لك الاكونت بتاعك، اتقفل لك القناه بتاعتك بالسلامه، ومجهودك يضيع عشان انت بتعلم الناس. احنا عايزين الناس تمشي على الدين. يا جدعان انا عاصي من العصاه، من اكبر عصاه، بس بحاول انصح وبحاول ان انا اتوب لربنا، بحاول ان انا اقول لك على حاجه، برشدك للطريق الصلاح. يمكن تكون انت افضل مني، رب سامع ابلغ اوعى من مبلغ. رب سامع، انت ممكن تكون اوعى مني، انا ببلغها حاجه انت ممكن تكون اوعى مني بيها، وربنا يهديك ويهدي بك امه. انتوا لو
تصدقوا بالله يا جماعه، الغرب نفسهم الامريكان نفسهم بيعملوا افلام بتتكلم عن من ضمن الرسائل دي بتبقى رسائل ليهم، في افلام ليهم بتبقى بتتكلم عن الرسائل دي. لكن احنا عندنا الاسفاف والابتذال قشطه عندنا. احنا لو نفهم ونتعلم والله العظيم حاجاتنا هتتغير، وهنكون نصرة لاخواتنا في كل مكان لو احنا عايزين. لكن للأسف الشديد، للأسف المخزي، المؤلم، المتعب، ان احنا بقينا في وادي، احنا بعيد عن الدين بنسبة كبيرة. ده اخاف، انت عارفين يا جماعة انا بخاف ايه؟ انا بخاف من الآية دي قوي. ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يستبدلك، انت خلاص انت ما عادش ليك لازمه دور في الاسلام، فيستبدلك، يبعدك عن الاسلام، تبعد عن الاسلام، تبعد عن الدين، ويجيب ناس تانية اللي هم الغرب دلوقتي، الناس اللي بتسلم يسلموا وهم اللي ينصروا الاسلام. طب وانت فين؟ مش موجود. هو ده اللي انا عايزه بالظبط وعايز اوصله لكم. نفسي نفوق، نفسي نتعلم، نفسي نقرا، ما نسلمش عقولنا لحد. اقرا واتعلم، ما تقوليش اصل بتقعد تاكل جسم. بص يا اخي، يعني اقف قدام ربنا يوم القيامه، اذكر ربنا قدام يوم القيامه واتحاسب عليها بيها، واللهم بلغت، اللهم فاشهد عليا اني بلغت. ده الطاقه والجذب بكل معتقداتهم وكل افكارهم كفر مخرج بره الاسلام بالكليه، ضد الاسلام. اللهم بلغت، اللهم فاشهد على كلامي ده. اذا كان من بره ده دس السم في العسل، ده اللي هم بيعملوه ده. وفي ناس مدربين ما تعلموش، هم بينقلوا، هم شايلين في الاسم. هم من تمام من استنى سنة سيئة فعليه وزره ووزر من عمل به الى يوم القيامة. هم هيلبسوا وهيشيلوا هم كمان، لانهم بينقلوا على عمياني، ما تعلموش، ما درسوش. يا عم الحاج، انت بتنقل علم، انقله وانت عارف العقيده، وانت بتدرس عقيده صحيحه مش عقيده باطله. اقرا وادرس دينك، اقرا وادرس دينك، اقرا في كتب الدينيه، اسمعوا اهل التوحيد، انزلوا روحوا المساجد وروحوا لدور العباده اللي بتعلم العلوم الشرعيه، تتعلموا فيها. هتكتشفوا انه اغلبكم او اغلبنا، لان انا واحد منكم طبعا، اغلبنا كان بيقع في شركيات، افكار شركيه وكلام تكون بتشرك بالله وانت لا تعلم عنه شيء. الفاظ تخالف العقيده، الفاظ، ما بالك افكار تخالف العقيده، ما بالك مناهج بتخالف العقيده. تلاقي نفسك انت بره الاسلام ممكن تصلي وبتصوم وبتزكي وممكن تطلع حج، ولا يقبل منك بسبب انك الاساس بتاعك غلط. انت اصلا ما كنتش مسلم، انت خرجت بره الاسلام بتبنيك لمعتقدات وافكار كانت غلط ومشيت بيها، فخرجتك بره الاسلام. اي حاجه بعد كده بدون الاساس التوحيدي الخالص، بالسلام. لو انا كلامي غلط، واي حد عنده دارس علم شرعي ممكن ينتقدني اهلا باي رد وباي نقد بناء، يعلمني ويعلمه، بس على علم مش على جهل. اديني علم، قول لي قال الله قال رسول الله، ده في العلم الشرعي، ده في العلم فلان. تيجي تقول لي الطاقه والجذب كحاجه علميه، ولا حاجه علميه ولا نيله. ده اسمه ده اليوجا طقس ديني. حسام دياب، انت بتتكلم من هواك؟ والله العظيم ما من هواي. دي محكمه نيو جيرسي الامريكيه، مقاطعه نيو جيرسي الامريكيه، حكمت بالحكم ده لما اتعرض عليهم اللي هم يدرسوا اليوجا ويدرسوا الطاقه في المدارس. ماشي، حكمت قالت دي فلسفه دينيه، عقيده دينيه لا يجب ان تدرس في المدارس. ده نيو جيرسي، محكمه في محكمه في نيو جيرسي. ده مش كلامي، ده كلام اهو موجود، وابحثوا ودوروا، ابحث ودور، ولا كل كلمه بقولها
ما تاخدش كلامي ده على محمل اللي هو حسام بيقول كلام فانا مصدق. لا، خش دور، خش اكتب كده على جوجل معنى حسن الظن بالله واقعد اقرا، اقعد اقرا وهات كلام، هات الكلام اللي هم بيقولوه بتوع الطاقه والجذب ووزنه على الكلام ده، وصدقني الدنيا هتختلف معاك تماما. والله العظيم بجد الدنيا هتختلف معانا. بس نفهم، بس نفهم، بس نتعلم، بس نفكر، بس نطور. انا عارف اني طولت معاكم في الفيديو كتير، بس حبيت ان انا اتكلم ده واوضح الصورة بالمنظور ده، بدل ما كنت هعمله فيديو، كنت هسجل فيديو زي ما قلت في اول الفيديو، كنت هسجل فيديو وانزله، قلت لا اخش معاكم بس مباشر كده ونقعد ندردش فيها مع بعض ونقعد نتكلم فيه مع بعض، وابقى بعد كده باخد الفيديو ده ابقى ارفعه عندي على القناه على اليوتيوب، عشان اللي حابب اللي هو يتابع القناه على اليوتيوب. انا وصلت داخل في 700 فيديو بعون الله. فاتمنى ان احنا نتعلم، اتمنى ان احنا نثقف نفسنا، اتمنى ان احنا ما نكتفيش. انا بقول عن نفسي انا مش عالم، انا طالب علم، ودي افتخر بيها ان انا طالب علم، ان انا بقرا وبتعلم. انا مش متوقف، انا بقعد اقرا يوميا، يعني شبه يوميا، مش هقول لك كل يوم، بس يوم ما بقرا بوصل ل 60 و70 و100 و200 و300 و400 صفحه في الكتب. هو ده اللي انا عايزه، لان ده اللي انا مؤمن بيه، العلم. زهرة اللوتس بتقول لي طيب لما الشيخ بيقول لواحدة صاحبتي اقلعي النضارة ويبص في عينيها، ده يبقى ايه؟ يعني انا مش فاهم دي، يعني ايه صاحبتك بتسأل الشيخ في ايه ولا بتقول له ايه عشان هو يقول لها الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة، انا مش فاهم ايه الظروف والملابسات عشان اقدر ان انا ارد عليكي. قوليها لي لما تقوليها لي هنا، او قوليها لي على الخاص وهرد عليكي اكيد. يعني اي حد عنده سؤال، اي حد عنده استفسار يتفضل. انا عارف ان انا بطول والله يا جماعه، بس هو ده اللي انا بتعلمه. بحاول ان انا اتواصل معاكم، بحاول ان انا اجاوب على استشارات كانت بتوصلنا على الخاص وكلام كتير. حتى لسه احد المتابعين دي عندي على القناه كان بيقول لي زود من المواضيع دي، خلي نظهر الحق للناس. ناس كتير كانت واقعه في الموضوع ده. قلت له ان شاء الله انا هعمل بس مباشر وهتكلم في الموضوع ده. فأنا نسأل الله الهداية والسلامة، وأن يحفظنا، وأن نعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طيب نقفل على كده وانتظر تعليقاتكم على الفيديو، واهلا باي استشاره على الخاص. وما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيهات باسم حسام دياب بالانجليزي او بالعربي، هتلاقي الفيديوهات بتاعتي موجوده. واشوفكم دايما على خير. ايه ده؟ زهرة اللوتس بتقول لي هي كانت شاكة إن حد بيعمل لها عمل، عشان كده كانت بتسأل الشيخ. تسأل شيخ فيقول لها يعني إيه شيخ؟ أفهم بس، يعني إيه شيخ؟ زهرة اللوتس بص، طيب والله ما أنا حرمك وهقولها لك على العام. أولا خدوها قاعدة أساسية. لو حضرتك شاكة أو أي حد شك إن معمول له عمل، معمول له سحر، في مس جن، لازم، ما فيش حاجه اسمها يروح لشيخ. من اتى كاهنا او من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. ما فيش حاجه اسمها شيخ، وما فيش حاجه اسمها اعمال والكلام ده كله. اللي المفروض انت بتقرا بترقي نفسها رؤيه شرعيه. الرؤيه الشرعيه هي اللي بترقي نفسها. بتقرا سوره البقره يوميا، اذكار الصباح والمساء، المحافظه على الصلاه في وقتها، هي اللي بتحمي نفسها. مفيش حاجه اسمها ان انا اروح اسال شيخ. مفيش حاجه اسمها ان انا اروح اسال شيخ عشان الشيخ يقول لي انا اعمل ايه مش عارف ايه. لا، إيه فتوى اروح لدار الافتاء، دار الافتاء اللي تقول لي. اما اللي هم بتوع اللي انا هشيل من عندك العمل وهنبطل العمل والكلام ده كله، ده كله دجل وشعوذه رسمي اصل نظمي. واخشى ان يكون صاحبه اللي بيروح يعمل كده الا لو راح سال اهل، يعني اهل علم مشهور ليهم بالعلم،
بيتكلموا في العلم الشرعي، مش اللي هو انا معالج روحاني، انا مدرب طاقه وحط للجن والكلام ده كله. لا، الكلام ده كله غير صحيح. بصوا يا جماعه، 99%، ودي الكلمه اتقالت لي، 99% من اللي هم بتوع الاعمال وبتوع السحر والروحانيات دول معاهم جن، بيكون خدام معاهم، خدام من الجن هم اللي بيكونوا معاهم. وده لذلك هم اصلا كفروا بما انزل على محمد، وانت اللي الشخص اللي بيروح لهم بيكون كفر هو كمان. ده من الاخر، ده من الاخر. بكده خلصت معكم فيديو، اشوفكم فيديو جديد، ويا رب نتقابل دايما على خير. السلام عليكم.